بدأت بتسجيل إعجاب على منشور له في أحد تطبيقات التواصل. دخل على صفحتها، امتدح بعض المنشورات، ردت عليه بالشكر. بدأ يبدي إعجابه بكل منشور تنزله في صفحتها. ثم بدأت المراسلة على الخاص. بعد أسبوع من المراسلة طلبها صورة فأنكرت عليه ذلك وهجرته يوم وليلة. البنت محافظة وما عمرها دخلت بعلاقات، اعتذر لها. وبعد أن كانت المراسلة 10 دقائق، مع الأيام صارت في الصباح والمساء عند الغداء وفي كل ساعة تقريبا يصور لها ذهابه وإيابه ومكتبه وعمله. اعتادت عليه وظنت أنه يملئ فراغها ويسليها دون ثمن. بعد أسبوع كرر طلبه الصورة، سكتت هذه المرة ولم تعترض. وبعد إلحاح أرسلت له صورة الوجه وأجزاء من الرأس. هل اكتفى بهذا؟ لا، لأنه حقير ولا يهمه هتك أعراض المسلمين، يريدها للتسلية. لا يرضى هذا لأخته ويرضاه على بنات الناس. وبعد إلحاح وبحجة أنه يريد أن يعرف قامتها أرسلت صورتها كاملة. هل اكتفى؟ لا، فأرسلت له صورة الصدر والنهر. وما زال الذئب يطلب والمغفلة تتنازل عن حيائها وشرفها، ولم يبق شيء من جسدها إلا وصورته. وهكذا سقطت الكريمة العفيفة النظيفة في هذا المستنقع القدر وبهذا التدرج. والآن تبكي بطريقة هستيرية لأنه لا يرد على اتصالها ورسائلها منذ 9 أيام. تقول أنا لا أريد إلا أن أتطمن عليه. فيا أختاه، لا تتجرئي بهذه العلاقات المسمومة، وإن وقعت فإياك وإرسال الصور. إياك أن تهتكي ستر الله وتصوري. العلاقة المحرمة استنزاف للطاقة، هدر للكرامة، تفكير سلبي. وانظروا كيف بدأت وإن انتهت. نزعت ثوب الحياء الذي هو أعز وأغلى ثوب للمرأة. أختاه، أنت على خير ما لبست ثوب الحياء، فإن نزع فقد نزعت كرامتك. وأول ما يطلبه هذا الحقير هو نزع هذا الثوب. ومن هذه الخطوة يبدأ التنازل عن الشرف والسمعة والكرامة. ومن هذه الخطوة تبدأين بالسقوط من عين هذا المحب الزائف، وإن كان لا يصرح بذلك. راح تسمعي كلام لا يقال إلا للزوجة. وإيش ردة فعلك؟ راح يرسل لك صور لا ترضي الله. وش موقفك؟ السكوت يعني تنازل عن الشرف. راح يرسل صور لا ينبغي أن تنظر إليها إلا زوجته، والسكوت عليها يعني أنك راضية. لا ترسلي صورتك، ما راح يوقف. وأنت راح تلاحظين ما راح يكتفي لأنه عديم الشرف. من أرادك زوجة فليأتي من الباب ولينظر إليك في مجلسكم، يريدك للمتعة والتسلية. فيا أختاه، ضعي حد لهذه العلاقة، إما أن يأتي من الباب أو مع السلامة، لأن الله يراك. واسمعي ما يقوله الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربما تتأثرين وتتعبي وتعاني، لكنها فترة تعدي. ما راح تنهاري ولا تطيحي ولا يجيك اكتئاب، وبإذن الله تصيرين أقوى وأجمل إن صدقت مع الله. سأتكلم في مقطع قادم عن خطوات العلاج. وفي النهاية هي علاقة محرمة عمرها لاستمرت، علاقة لا ترضي الله. وش الفائدة منها؟ فلا أحد يستحق أن تغضب الله لأجله، والبداية التي لا ترضي الله نهايتها أن ترضيك.